الخير والأنوار مشاهدينا ومتابعين قناة أهل الدار. رجعنا لكم من جديد ونحن اليوم بفندق جيفورا بدبي، ومعنا مدير الفندق السيد فادي الغنامي لنعرف منه أكثر عن ميزات هذا الفندق وعن أبرز الأمور اللي بيقدمها، ونحكي معه كمان ونعرف عن حاله. يسعد أوقاتك سيد فادي وأهلا وسهلا فيك. سيد فادي، ببداية حلقتنا لليوم عرفنا أكثر عن حضرتك. أول شيء بتشكركم حضوركم لفندق جيفورا، أطول فندق في العالم من سنة 2008. أنا اسمي فادي الغنامي، مدير عام فندق جيفورا. صار لي تقريبا 6 شهور مستلم إدارة الفندق، والفندق هلا الحمد لله رب العالمين لساته متمركز على أعلى فندق في العالم، وإن شاء الله لقدام راح نضل أعلى فندق في العالم. سيد فادي، خبرنا عن أساسيات النجاح، يعني برأيك أنت كشخص ناجح شو هي الأمور اللي بتخليك تنجح أكثر بعملك أو اللي بتقدر تفيد فيها الناس اللي عم تشاهدنا بخصوص النجاح؟ هلا أكيد ما في نجاح بدون مقابل، بس من وسائل دعم النجاح التيم، الناس اللي عم تشتغل معك هن الأساس بأي شيء، مو بس بالفنادق. التيم وقت تكون شغال معك كإيد واحدة بتوصلي للهدف اللي انت حاططيه وبتنجحي. هاي من الشغلات الأساسية. ثاني شغلة المثابرة، الاجتهاد، التجدد. أي شيء من هذا الشيء بيدخل على الناس إنه على طول في تجدد، في عنا شيء جديد. ما نخلي حدا يكون زعلان. نحن فندق هوسبيتاليتيز، نحن إرضاء الناس. هي إرضاء الناس غاية لا تدرك، بس لازم نحن نعكس هذا الشيء. أكيد لأن إذا الناس ما كانت راضيانين أكيد ما راح نكبر، وأي حدا بده يكبر لازم يكون الناس بتحبه وهي اللي بتكبره. تأكدي بهذا الموضوع. من الضغوط خلينا نقول الصعاب اللي بيمرق فيها خصوصا المدير، خبرنا كيف قدرت تتخطى هاي الضغوط ومثل ما تحكينا أنا وأنت، الأسرار مو كلمة، هي لها كذا فرع. الأسرار وقت حدا بيحط هدف في حياته، بس أكيد بده يكون في عواقب. صار معك عاقبة ما تخليكي ترجعي للورا، لا، لازم بدي أوصل للهدف تبعي، بس كيف عالج الأمر اللي صار معي، كيف اتعدى وكمل طريقي للنجاح. خبرنا كمان عن جديد فندق جيفورا، شو هو جديدكم بالفندق؟ على طول لازم يكون في جديد، ما في مرة واحدة إنه الواحد جديد وخلص، لا، نحن فندق والفندق لازم على طول في جديد. بالحقيقة الله يديم بعمره السيد أحمد عبد الرحيم العطار، هو صاحب الأوتيل وأولاده، على طول في عنا تجدد، على طول متقبلين مني الأفكار الجديدة اللي عم يساويها. شو السوق، متطلبات السوق، كيف ندخل نحن بين الفنادق، كيف يطلع اسم جيفورا بالعالم. فمساعدته لإلي هي شغلة يعني عن جد من أسرار نجاحي. أكيد وبنشكر كمان أكيد وطول بعمرهم شيوخ البلد اللي عم يعطونا المجال انه نكبر، لان بدونهم اكيد ما فينا نساوي اي شيء. وصدقيني هن ما شاء الله يعني عاطين مجال لكل شيء، عاطين مجال انه البلد كل مالها بسم الله ما شاء الله تكبر وتكبر، ويا رب على طول. سيد فادي، خبرنا كمان عن الخدمات اللي بيقدمها فندق جيفورا. هلا اول شيء الخدمات اللي بنقدمها طبعا هي خدمات اي فندق 4 ستار ديلوكس موجود بدبي، زائد موجود عنا كذا مطعم بالاوتيل، في عنا 3 مطاعم، موجود عنا حمام سباحه كثير مطله واطلالتها على برج خليفه. الناس هي عم تسبح اطلالتها على برج خليفه، شايفه برج خليفه، والمساحه تبع حمام السباحه موجوده بالطابق 12 كثير حلوه. زائد في ميزه حلوه بفندق جيفورا، في عنا معرض سيارات للنزلاء موجودين بالاوتيل، فيهم يدخلوا يشوفوها. سيارات قديمه موجوده من 1915 1930 كلها يعني طراز موجوده وبراند. زائد سياره باتمان اللي صور فيها الفيلم الحقيقي لسوبرمان موجوده بفندق جيفورا. وزائد هيك في عنا هذا المطعم اللي اسمه هايسي فيو، هو اعلى مطعم مفتوح بدبي، هو اللي نحن موجودين فيه. الاطلاله تبعيته مثل ما انك شايفه، ورانا برج خليفه، بالجهه الثانيه بتشوفي اطلانتس، بتشوفي برج العرب، بتشوفي دبي القديمه.
فهي من الشغلات اللي بتميز فندق جيفورا، الحمد لله رب العالمين. زائد طبعا المطاعم، نحن مختصين بالنكهه السوريه اللبنانيه بالمطاعم. زائد في عندنا شغلات كثيره عم نزيدها وعم نضيفها على فندق جيفورا ان شاء الله. بختام حلقتنا لليوم بدنا نشكرك كثير سيد فادي لغنامة، كنت معنا اليوم من فندق جيفورا بدبي. شكرا كثير لك، نورتنا ونورت قناة أهل الدار. وانتم كمان مشاهدينا نورتونا وانبسطنا كثير معكم، وان شاء الله بتشاهدونا بحلقات لاحقة. وشكرا كثير لمتابعتكم لنا، شاهدونا على قناة أهل الدار، ولا تنسوا تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب وتابعونا وتضلوا بألف ألف خير.